اوعى تدخل لونش لو انت حاطط في دماغك ان انت هتبيع بعد 6 شهور. الكلام ده ما اسموش استثمار، ده اسمه مضاربة. المضاربة في العقارات خطر. لو انت مش قادر تكفر نفسك اول سنة او اول سنتين في الاقساط، بلاش تدخل لونش بغرض ان انت تبيع كمان 6 شهور. كل الكلام ده كذب، وكل الكلام ده حصل في الفترة بتاعت التعويمات الكتير اللي حصلت، اللي هو كان في سنة كده كان في تعويم كل 3 شهور تقريبا. بعد كده الموضوع ده الناس لبسة وحشة قوي، وبيبيعوا دلوقتي بدون اوفر، وكان الموضوع بالنسبة لهم وحش قوي. طيب لو انت عايز تخش تستثمر في العقارات وعايز تدخل لونش، لازم يبقى فيه حاجتين مهمين جدا. تدخل لونش ليه؟ عشان اول حاجة ان انت تاخد احلى لوكيشن في المشروع باول سعر متر باحسن فيو موجود، ده لو انت هتسكن. تاني حاجة لو انت هتستثمر، فانت بتاخد باقل سعر متر موجود في المشروع ده في اول مرحلة عن المراحل التانية والتالتة للمشروع. بس ده ليه شروط هنعرفها مع بعض في الفيديو الجاي. شكرا جدا ليك.